لو العلامات دي عندك راجع سكر الدم فورا. دوخة ورعشة وعرق مفاجئ دي من أخطر علامات تدل على هبوط السكر. بيحصل لما السكر بيطلع فجأة وينزل بسرعة. لو عندك جوع شرس بعد الأكل مباشرة، لسه واكل وحاسس إنك جعان، ده معناه إن السكر بيعلى بسرعة وبينهار بسرعة معاك، وده علامة واضحة من علامات مقاومة الأنسولين. تالت حاجة، لو عطش مستمر وتبول كتير، مش بتشبع مية، جسمك بيحاول يطلع السكر الزايد في البول اللي بيخرج بره الجسم، دي علامة كلاسيك على ارتفاع السكر. رقم 4، عندك نعاس وخمول بعد الأكل. لما بتاكل على طول بتحس بنعاس وتحس بخمول في الجسم، مش شبع، ده انهيار طاقة بسبب قفزة السكر وبعدها سقوط مفاجئ، مش طبيعي نهائي يعني الموضوع ده، فما تبصلوش بسهولة. رقم 5، صداع وتشوش تركيز. السكر العالي أو الواطي بيأثر مباشرة على المخ، عشان كده التركيز بيضيع. 6، جفاف الفم وتشقق الشفايف حتى وانت بتشرب، ده دليل ان السكر مش ثابت والجسم داخل حالة اجهاد. رقم 7، تقلبات مزاجية وعصبية، على طول متنرفز وعلى طول حاسس باكتئاب وحاسس بتوتر، وده مش شرط يكون نفسيا، احيانا سكر الدم هو المتلخبط. الخلاصة، لو شفت اكتر من علامتين مع بعض، الموضوع مش ارادة، الموضوع سكر الدم محتاج يتظبط. دمتم بصحة، السلام عليكم.